بداية كده يا تاني اعدادي لازم تبقى عارف ايه الحاجات اللي اتلغت عليك علشان ما تذاكرهاش وتضيع وقتك فيها. السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. يا رب تكونوا بألف خير. في شهر رمضان بإذن الله ده هيبقى مليان مراجعات بقى علشان نشد حيلنا ونقفل العلوم إن شاء الله. الفيديو ده هنراجع على المقرر اللي أخدناه في شهر مارس علشان نمتحنه في شهر أبريل إن شاء الله زي ما الوزير قال. ويلا نعمل لايك للفيديو ونصلي على رسول الله ونبتدي المراجعة مع بعض. هنبدأ مع بعض يا تاني اعدادي بأهم القوانين بتاعة الوحدة التانية، وخلي بالنا القوانين دي هتيجي في الامتحان بتاع آخر السنة، فركز معايا كويس قوي علشان دي مهمة جدا جدا سواء في امتحان الشهر اللي انت هتمتحنه، واهم حاجة بقى اللي يهمني جدا جدا امتحان آخر السنة علشان تجيب الدرجة النهائية، لان لازم يجيلك من القوانين اللي هنقولها دلوقتي. وطبعا كل سنة وانتم طيبين. اول قانون معايا هو قانون التردد. طبعا احنا عارفين عجلة الصفار، عجلة الصفار في جزء ملغي منها، ولكن مهم جدا جدا تعرف لي القانون الخاص بيها، وهي ان التردد، طبعا التردد انت ممكن تختصره في حرف التاء. التردد بيساوي ايه؟ بيساوي عدد دورات بنختصرها في حرف الدال في عدد اسنان الترس اللي هو نون، طبعا على الزمن بمين؟ بالثانية. طيب خلي بالنا لو لف عليك في الامتحان وقال لك جاب لك في المسألة الزمن بالدقيقة، يبقى انت المفروض تحولها لمين؟ للثانية. يعني اعمل ايه يا مس؟ يعني حضرتك تضرب في 60. يعني لو قال لك 2 دقيقة يبقى تضرب الاتنين في كام؟ في 60. وانت طبعا عارف ان الدقيقة فيها كام ثانية؟ فيها 60. طب 60 و60 تبقى 120. اوكي، فبالتالي انت لازم تبقى عارف ان القانون بتاعك الزمن بيبقى بمين؟ بالثانية. طيب يا مس انا دلوقتي القانون ده كبير، اوكي، فانا عايز يعني احفظه بالرموز. فالرموز اللي هي تاء طبعا اللي هو التردد بيساوي الدال اللي هو عدد الدورات، نون اللي هو عدد اسنان الترس، وازاي اللي هو مين؟ الزمن. طب زي ما احنا متعودين ان من خلال القانون الكبير ده احنا عايزين نطلع قوانين تانية صغنونة. طيب اول حاجة لو قالك احسب عدد الدورات، عدد مين؟ الدورات بتاعت اللي لفتها عجل السافار دي. فعدد الدورات اجيبها ازاي؟ شايفين عدد الدورات هنا صح؟ اهي من فوق. يبقى اقول له التردد في الزمن واحطهم في البسط اهو، على واجيب عدد اسنان الترس في المقام. يبقى عدد الدورات التردد في الزمن على عدد اسنان مين؟ الترس. تمام. طيب افرض قال لي احسب عدد اسنان الترس، يبقى التردد في الزمن برضو موجود كده ايه؟ قاعد براحته كده على البسط. يبقى التردد في مين؟ في الزمن، ونجيب له عدد الدورات ايه؟ في المقام. تمام. لو لف عليك بقى وقال لك احسب الزمن بالثانية، هتقول له الزمن بالثانية يبقى عدد الدورات في عدد اسنان الترس على مين؟ على التردد. يبقى اذا ده القوانين دول يا شباب بتاعت التردد مهمين جدا جدا. يبقى حضرتك تحفظ لي القانون الاساسي ده، ومن القانون الاساسي احنا بنطلع قوانين تانية. تمام. طب تعالوا نشوف يعني مثال على القوانين دي ازاي ممكن نحلها، وبعد كده نرجع نشوف باقي القوانين. مثال زي هنا بيقولك ايه؟ اذا كانت سرعة دوران عجل الزافار التي تصدر نغمة ترددها 200 هرتز هي 300 دورة في الدقيقة، احسب عدد اسنان الترس. ودايما يا تاني اعدادي يعني خدوها قاعدة كده، لما تلاقي مسألة كده جاتلك في الامتحان فانت كده تعمل هامش كده على جنب وتكتب هو عايز ايه ومديك ايه في المسألة. فهو بيقولك ايه؟ اذا كانت السرعة اللي بتعملها عجلة السافار علشان تصدر نغمة ترددها 200 هرتز، يبقى هو جايب لك ان التردد بكام؟ ب 200 هرتز، يعني مديك التردد. طب بيقولك ايه؟ 300 دورة، يبقى اذا عدد الدورات كام؟ برافو، عدد الدورات 300 دورة. والزمن جايب لي الزمن بالدقيقة. تمام، دقيقة يعني دقيقة يعني 60 ثانية اهو. تمام. احسب عدد اسنان الترس، يبقى هو عايز هنا عدد اسنان مين؟ الترس. طب احنا يا مس عدد اسنان الترس نجيبها ازاي؟ تعالوا نجيب القانون الاساسي وبعد كده نشوف نجيبها ازاي. طيب القانون الاساسي بتاعنا اللي هو بيقول ايه؟ التردد بيساوي ايه في ايه؟ بيساوي عدد الدورات، هقول معايا كده في مين؟ برافو، في عدد اسنان الترس على مين بقى؟ على الزمن بمين؟ بالثانية. طيب هو عايز بقى مين؟ عدد اسنان الترس. يبقى اقول له عدد اسنان الترس اللي انت عايزها اهي هيساوي ايه بقى؟ عدد الدورات تنزل لتحت اهو، واجيب مين ومين في البسط؟ اجيب التردد
واجيب مين الزمن، وبعد كده يبقى الدنيا سهلت عليا واعوض. طب انا هنا التردد بكام؟ ب200. جميل. في الزمن بكام؟ ب60. طب عدد الدورات كام؟ 300. خلاص. طيب وبعد كده احسب الرقم ده كله، هيطلع ناتج ان حسبناها يعني هتطلع تقريبا كده 40. بس انت ايه، ممكن حد يقراها سنة، فانت تقول 40 سنا. تمام، يبقى 40 ايه سنا. يبقى لما يقول لك عدد اسنان الترس يبقى على طول تقول له 40 ايه سنا، يا 40 بقى ايا كان الناتج اللي هيطلع معاك تقول له 40 ايه سنا. خلاص. طب يا مس انا في الامتحان انا مش عايزه اكتب القانون ده واكتب القانون ده على طول، مفيش اي مشكله. طيب تعالوا بقى نشوف المسألة تانية. بيقولك ايه؟ احسب بالدقائق الزمن. يبقى نعمل هامش كده، يبقى الزمن عايزه، الزمن ايه عايزه، بس عايزه بايه؟ بالدقائق. تمام، عايزه بالدقائق. طيب الذي تستغرقه عجل السفار لعمل 600 دورة كاملة. يبقى عدد الدورات اللي عملتها كم؟ 600 دورة. تمام. إذا كان عدد أسنان الترس 60 يبقى عدد أسنان الترس بيساوي ايه؟ 60 سنا. وتردد الصوت الناشئ عن ملامسة الصفيحة المرنة 150 هرتز. يبقى هنا جايب لي التردد بكام؟ ب 150 ايه هرتز. طيب هو عايز ايه؟ عايز الزمن. طيب احنا ممكن نعمل حاجتين، نكتب قانون الزمن على طول او نكتب القانون الاساسي بتاعنا اللي هو التردد. يلا قولوا كده، اكيد حفظناه دلوقتي، اللي هو عدد الدورات في مين؟ في عدد اسنان الترس على مين؟ على الزمن. طب احنا عايزين الزمن، يبقى اقول له الزمن البسط هيبقى زي ما هو، يبقى عدد الدورات في مين؟ في عدد اسنان الترس على مين؟ اجيب بدل الزمن اللي في المقام اجيب له مين؟ التردد. وبعد كده نعمل ايه بقى؟ نعوض. طب هنا عدد الدورات كم؟ عدد الدورات 600. خلاص. في التردد بكم؟ سوري، في عدد اسنان الترس كام؟ 60. يبقى 600 في كام؟ في 60 على التردد ب150. طب يلا نحسب دول كده، نحسب دول كلهم. يبقى اذا الزمن تعالوا نشوف هيطلع بكام. وخلي بالنا احنا بنطلعه دلوقتي بمين؟ بالثانية، علشان الزمن اللي هيطلع ده هنعمل له ايه؟ هنحوله مين؟ نحوله لدقيقة، نحوله للدقايق. حسبنا الحسبة دي كلها طلعت 240 ثانية. طب ال 240 ثانية بتعادل كام دقيقة؟ طب يا مس أنا مش عارف. يبقى ال 240 هنقسمهم على 60. هنقسمهم على كام؟ 60. خلي بالنا هنا بقى النقطة مهمة، لما يبقى عندي ثواني وعايزة أحولها للدقايق بقسم. تمام. يبقى اقسم على كام؟ على 60. يبقى ال 240 دول هقسمهم على 60، يبقى الزمن بتاعي يطلع ايه؟ 4 ايه دقيقة. يبقى ال4 دقيقة فيها كام ثانية؟ لو حسبتها فيها 240 ثانية. وبالتالي في حاجة مهمة جدا يا تانية اعدادي نخلي بالنا منها كويس قوي. يبقى اذا لو جايب لي الزمن بالدقايق، تمام، مثلا يعني جايب لي 3 دقيقة، 3 دقايق مثلا، تمام، وعايزها بمين؟ بالثواني، يبقى اعمل ايه في ال3 دقايق؟ لو انت بقى يعني مخك كده بتحب الرياضة هتقول 3 دقايق كل دقيقة فيها 60، يبقى 60 و60 و60 تبقى 100 وكام و80. طبعا هو انا لسه احسب، هتبقى هتقول ايه؟ 3 الرقم اللي هو مديهولك دقيقة 2 3 5 10 هتضربه في كام؟ في 60 هتطلع لك ايه؟ بالثواني. يبقى انا كده جبت له الزمن بمين؟ بالثواني. طب في المسألة اللي هو جايبها لك دلوقتي اداكي الزمن بمين؟ بالثانية، وقال لك احسب لي الزمن ده بالدقايق. يبقى اعمل ايه؟ يبقى بدل حضرتك ما تضرب الرقم اللي هو هيديهولك، يعني مثلا زي المسألة كان 240 ثانية عايزها بالدقيقة، يبقى اذا الرقم اللي اديهولك تقسمه على كام؟ على 60 هيطلع لك بمين؟ بالثانية. سوري، هيطلع لك بايه؟ بالدقيقة. خلاص. النقطة دي مهمة جدا. في حاجة تاني برضو يا شباب، نقطة مهمة جدا. طبعا احنا عندنا عارفين سرعة الضوء هي عبارة عن المسافة اللي بيقطعها الضوء في الثانية الواحدة، تمام، او خلال وحدة الزمن. طب يبقى اذا سرعة الضوء اي سرعة يا شباب عبارة عن ايه؟ المسافة على مين؟ على الزمن. طيب طاقة الفوتون، انا هنا مش هيجيب لك مسألة يقول لك احسب طاقة الفوتون مثلا، ولكن هو ممكن يقول لك ايه؟ طاقة الفوتون بيساوي نقط في نقط. يبقى تقول له ايه؟ مقدار ثابت بلانك، او مقدار ثابت اللي هو ثابت بلانك في مين؟ في تردد الفوتون. وخلي بالنا هنا في نقطة مهمة. اولا كلمة فوتون معناه ايه؟ اللي فاكر كلمة فوتون قبل ما نشوف معناه كمصطلح يقول لي في الكومنتات.
الطاقة بتاعة الفوتون بتاع الضوء ده بتتناسب طرديا مع التردد. يعني ايه؟ يعني لو انا عندي مثلا فوتون، مثلا يعني فوتون اخضر، تمام، فوتون ضوء اخضر وكان تردده عالي، يبقى اذا الطاقة الفوتون الاخضر ده طاقته مالها؟ طاقته عالية. عشان كده بنقول تتناسب طرديا مع مين؟ مع التردد. كل ما طاقته زادت كل ما تردده ايه؟ يزيد. ودي نقطة مهمة جدا جدا. تمام. طيب تعالوا لحاجة برضو مهمة تانية. ممكن في مرة من المرات يقولك ايه؟ احسب سرعة انتشار الموجة الصوتية. طب سرعة انتشار الموجة الصوتية، فاكرين في الدروس الأولانية لما كنا بنقول ان سرعة انتشار الموجة بيساوي ايه في ايه؟ بيساوي التردد في طول الموجة. يبقى انت كده القانون ده اساسا واخده، بس بدل ما نقول سرعة انتشار الموجة هنقول سرعة انتشار الموجة ايه؟ الصوتية. يعني مثال بيقولك ايه؟ احسب سرعة انتشار موجة صوتية في الماء. يبقى هنا عايز مين؟ سرعة انتشار الموجة. سرعة انتشار الموجة الصوتية ايه؟ مش عارفها. الطول الموجي ليها 30 سنتي. يبقى هنا جايب لك الطول الموجي بكام؟ ب 30 سنتي. طب حد يقول لي يا مس استني، ده الطول الموجي اساسا مش بالسنتي، الطول الموجي بالمتر. فاذا انا هحول من السنتي هحولها لمين؟ للمتر. طب يعني اعمل ايه؟ طب هقول لك على حاجه، هو السنتي ده حاجه صغيره ولا كبيره؟ انهي اكبر، المتر ولا السنتي؟ هتقولي طبعا يمس المتر، المتر اكبر. يبقى اذا من الحاجه الصغيره علشان احولها للمتر حاجه كبيره بقسم. هقسم على كام؟ هقسم على 100. يبقى ال 30 دي هقسمها على كام؟ على 100. يبقى اذا هتبقى ايه؟ 3 من 10 متر. يبقى اذا الطول الموجي 3 من 10 ايه؟ متر. ماشي. طيب التردد كام؟ 5 كيلو. يبقى هنا جايب لك التردد في هنا نقطة برضو 5 كيلو هرتز. طب انا التردد وحدة قياسه مين؟ الهرتز. طيب هو الكيلو ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن 1000. يعني ايه 1000؟ يعني 10 أس 3. يبقى التردد هنكتبه كده 5 في 10 أس كام؟ 3. وبعد كده نكتب القانون بتاعنا. بس تعالوا نغير اللون عشان ايه؟ انا مش حابة اللون ده، عايزين كده يبقى ايه؟ في كده تغيير يعني. يبقى اذا هقول له ايه؟ سرعة انتشار، اكتب له القانون بقى. سرعة انتشار الموجة الصوتية، تمام، اللي هو عايزها بيساوي يا عم انت التردد في الطول الموجي. خلاص. كان عندنا مشكلة في التردد حتة الكيلو دي، وانا عارف ان الكيلو 10 أس 3. يبقى 5 في 10 أس 3 في الطول الموجي. احنا جبناه بكام؟ اهو ب3 من 10. يبقى خلي بالنا التركاية في الحتة دي، انا بحول من السنتي لمين؟ للمتر. وبعد كده بنحسب الناتج اللي هيطلع كده، احسبه كده بالآلة الحاسبة. يبقى اذا سرعة انتشار الموجة الصوتية بعد ما طلعنا الناتج هنكتب له بقى وحدة القياس. لازم تبقى كده ايه؟ شاطر. يعني لازم تكتب وحدة مين؟ القياس. طيب السرعة وحدة قياسها ايه؟ احسنت، متر كل مين؟ ثانية. اوكي يا تانية اعدادي. طيب في حتة كمان حابة انبه عنها على بخاصة بوحدة القياس. لو في عجل السفار قالك احسب عدد الدورات، يبقى بعد ما تطلع الناتج بتاعك هتكتب له كام؟ هتكتب له دورة. خلاص. طيب لو عدد اسنان الترس زي ما احنا شفنا هتطلع الناتج بتاعك واكتب له ايه؟ سنا. طب لو الزمن يبقى ايه؟ بالثانية، تكتب له ثانية او دقيقة زي ما هو طالب. طيب لو مثلا قالك احسب التردد يبقى طبعا بمين؟ بالهرتز. الحاجات دي مهمة جدا جدا، حبيت انوه عنها. الاشياء الهامة جدا جدا هو معامل الانكسار المطلق للوسط. معامل الانكسار المطلق للوسط طبعا الرمز بتاعه نون. هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن سرعة الضوء في الهواء. طبعا احنا عارفين ان سرعة الضوء في الهواء 3 في 10 أس 8، حاجة ثابتة يعني، على سرعة الضوء في الوسط. طب الوسط ده ايه؟ يعني ممكن يقولك زجاج، ممكن يقولك ماء. اوكي. فبالتالي انت لازم تبقى عارف القانون ده كويس قوي. يبقى معامل الانكسار المطلق للوسط ايا كان اللي هو هيديهولك بقى، زي ما هنشوف في المسألة، بيساوي سرعة الضوء في الهواء على سرعته في الوسط اللي هو هيديهولك. خلاص. طيب نتخيل بقى ان هو لف عليك، تمام، وجاب لك الامتحان ايه؟ فيه تركايه كده صعبة شوية، وقال لك ايه؟ بدل ما يقول لك احسب معامل الانكسار قال لك ايه؟ طب بص يا عم احسب له سرعة الضوء في الوسط. هنقول له بسيطة خالص. يبقى سرعة الضوء في الوسط اللي انت عايزها، البسط هيبقى زي ما هو قاعد مرتاح، يبقى سرعة الضوء في الهواء اللي هي في البسط تبقى قاعدة مرتاحة، ويدوبك معامل الانكسار المطلق هجيبه له ايه؟ في المقام. وشكرا على كده. طب نيجي ناخد مسألة علشان نفهم
آه طيب انا هنا هناخد مسألة بس يعني للأسف المسألة كنت حلاها فمعلش هنشرحها عادي مفيش مشكلة. بيقولك ايه، احسب سرعة الضوء في الزجاج. يبقى في الزجاج ده يقصد ان سرعة الضوء في مين؟ في الوسط. اذا كانت سرعته في الهواء 3 في 10 أس 8 ومعامل الانكسار المطلق 1.5. طيب هنقول له ايه؟ هنقول له سرعة الضوء في الزجاج اللي انت عايزها. طبعا سرعة الضوء في الهواء اللي هي قاعدة في البسط كده متربعة كده وفي حالها تمام، هنجيب لها معامل الانكسار المطلق للزجاج ايه؟ حسب القانون ده. تمام اهو. طب نعوض بقى، نعوض. يبقى اذا هو عايز سرعة الضوء في الزجاج، هنقول له بيساوي سرعة الضوء في الهواء اهي 3 في 10 أس 8 على معامل الانكسار هو كان جايبها لي 1.5. يبقى اذا 3 في 10 أس 8 على 1.5 هتطلع لي بمين؟ بالرقم ده. وطبعا سرعة الضوء وحدة قياسها ايه؟ متر بكل ثانية. تمام. بس انا يعني حابة اقول حاجة لان برضو بتيجي اخطار كتير. معامل الانكسار المطلق لاي وسط شفاف، مثلا الماء، مثلا الزجاج، دايما بيبقى اكبر من الواحد الصحيح. يعني احنا لسه شايفين ان معامل الانكسار المطلق بتاع الزجاج كان مديهوني في المسألة ب1.5. طب مثلا مش عارفة معامل الانكسار بتاع الماء مثلا 1.33. المهم يبقى اذا معامل الانكسار بيبقى ماله اكبر من الواحد الصحيح. طب نتخيل بقى ان هو رخم عليك وقال لك علل ليه معامل الانكسار المطلق لاي وسط شفاف اكبر من الواحد الصحيح. بكل بساطة هتقول له لان يا عم الحاج سرعة الضوء في الهواء بتبقى اكبر من سرعته في اي وسط شفاف تاني. بكل بساطة. دي بقى هي تانية اعدادي لقوانين انعكاس الضوء، وكاتبالك مهمة جدا لان فعلا في منتهى الاهمية وجاية في امتحان اخر السنة. دينا اهو بقول لك جاية في امتحان اخر السنة. طبعا قانون انعكاس الضوء يا شباب احنا واخدين قانونين. قانون اول كلنا حافظينه، زاوية السقوط بتساوي زاوية الانعكاس. طب نفترض يا شباب قال لنا كده في اكتب المصطلح العلمي زاوية السقوط بتساوي زاوية الانعكاس، ده مصطلح. هتقول له ايه؟ هتقول له ده القانون الاول لانعكاس الضوء. يبقى لو لقيت الجملة دي كده القانون ده جايب لك مصطلح، يبقى انت تقول له ايه؟ ده القانون الاول لمين؟ لانعكاس الضوء. خلاص، لانه بيجي كتير جدا اكتب مصطلح. طب تعالوا نشوف القانون الثاني. القانون الثاني بيقول لك ايه؟ الشعاع الضوئي الساقط والشعاع الضوئي المنعكس والعمود المقام من نقطة السقوط على السطح العاكس تقع جميعا في مستوى واحد عمودي على السطح العاكس. ايه ده؟ طب ايه بس ده غلس ده. طيب اولا القانون ده لما بيجيلك اكتب مصطلح علمي فقط. تمام. طيب لو جالك وقت المصطلح العلمي هتقول له ايه؟ حدد له بقى. هتقول له ده القانون الثاني لانعكاس مين؟ الضوء. طيب هو القانون الثاني علشان احنا يعني عايزين برضو ايه نفهمه لان في ناس بتتابعني لاول مره فلازم نفهم. اولا ادي السطح العاكس. يعني ايه سطح عاكس؟ يعني حضرتك لو جبت مرايه، المرايه فيه جزء انت بتشوف وشك فيه اللي هو اللامع اللي بيعكس الضوء علشان تشوف وشك، والجزء التاني تقلب المرايه كده بتلاقيه ايه؟ بتلاقيه معتم. فاحنا الجزء المعتم احنا ايه هنعتبره ايه؟ يعني نعمله كده بالخطوط دي. خلاص. واللي من فوق ده المرايه اللي انت هنشوف فيه ايه؟ وشنا او اللي هيعكس الضوء يعني. خلاص. يبقى الجزء ده بسميه سطح مين؟ السطح العاكس زي المرايه مثلا كده. طيب ايه اللي بيحصل؟ انا عندي شعاع ضوئي ساقط اهو. خلاص. وعندي شعاع ضوئي انعكس، وعندي عمود مقام ودي نقطة السقوط. مش الشعاع ده سقط هنا في النقطة دي؟ يبقى ده القانون الثاني. عندك الشعاع الضوئي الساقط والشعاع الضوئي المنعكس والعمود المقام من نقطة السقوط، كلهم دول بيقعوا في مستوى واحد عمودي على السطح مين؟ العاكس. وشكرا كده انت فهمت القانون، وفي نفس الوقت ممكن تعبر عنه بأي طريقة. خلاص. طيب بس يهمني جدا بقى الرسومات اللي بتيجي على القوانين دي لانها هتجيلك في الامتحان. يعني مثلا رسمة زي كده حضرتك بتقول لك ايه الرسمة؟ جايب لك الرسمة كده بالظبط. ادي السطح العاكس اهو، وادي شعاع الضوء الساقط، وادي العمود المقام، وادي زاوية مين؟ الانعكاس. وهنا من الواضح هنا جايب لي زاوية السقوط، لان احنا طبعا عارفين ان زاوية السقوط دي زاوية محصورة بين مين؟ بين الشعاع الضوء الساقط والعمود المقام من نقطة السقوط. هنا جايبها لي بكام؟ ب50. وقال لي بقى ايه؟ احسبي لي زاوية الانعكاس. طب فين زاوية الانعكاس؟ اللي هي الزاوية دي.
مش ده شعاع منعكس؟ يا مس، يبقى بيصنع زاوية مين؟ انعكاس. طيب احنا خدنا قانون ان زاوية الانعكاس بيساوي زاوية السقوط بيساوي زاوية مين؟ الانعكاس. يبقى بما ان زاوية السقوط دي ب50، يبقى اذا زاوية الانعكاس هتبقى زيها، هتبقى بكام؟ ب50. بس تكتب 50 كده وتكتب كده درجة كده، يعني خمسية صغنونة خالص من فوق، يبقى 50 ايه درجة. خلاص. طيب نعملها تاني. تعالوا نحذف ده كده، نمسح. يبقى اذا طب لو جاب لك مثلا لو زاوية السقوط ب60، يبقى زاوية الانعكاس هتبقى بكام؟ ب60. طب دي مثلا جابها لك ب70، يبقى دي برضه تبقى بكام؟ ب70، وهكذا. تمام. طب نفترض ان هو لف عليك بقى وما جابلكش العمود المقام اللي احنا ايه بنعمله ده، خلاص، وجابها لك بالطريقة دي، يبقى انت ما تضحكش عليا، انت هنا جايب لي في المسألة زاوية السقوط والانعكاس مع بعض، وزاوية السقوط والانعكاس لو عملنا لهم عمود مقام هنقسمهم نصين، يعني ال120 اللي انت مديها هنا هقسمها نصين. يعني ايه هقسمها نصين؟ هقسمها على 2. يبقى هقول له زاوية السقوط بتساوي زاوية الانعكاس، وال120 اللي مديهاني او اي رقم مديهاني هقسمه على كام؟ 2. يبقى كام؟ 60. يبقى اذا الزاوية دي 60 والزاوية دي كام؟ 60. وكده كده لو جمعنا ال60 وال60 هنلاقيهم ايه؟ هنلاقيهم 120. خلاص. طيب نتخيل ان هو مثلا جايب لي بدل ال120 جايب لي 80، وقلت لك احسب زاوية السقوط وزاوية الانعكاس، هتقول له اذا ال80 دي انا هقسمها على النصين علشان هنا تبقى 40 وهنا تبقى كام؟ 40. طيب نيجي بقى، ممكن يلف علينا في حتة تانية، لا يجيب لي زاوية انعكاس ولا يجيب لي زاوية سقوط ويقول لي احسبي لي زاوية الانعكاس. ايه ده؟ تعالوا نشوف. شايفين هنا في الرسمة جايب لي الزاوية دي. طب احنا اتفقنا ان دي زاوية سقوط ودي زاوية انعكاس، مش جايبها، جايب لي دي بكل بساطة. خلي بالنا، شايفين العمود المقام اللي هو ده، ودي السطح العاكس بيصنع زاوية ايه؟ زاوية قائمة. طب الزاوية القائمة دي مقدارها كام؟ مقدارها 90. يبقى ال90 دي هنقصها من الرقم اللي هو مديهوني اللي هو 60، يبقى ال90 ناقص 60 هتبقى بكام؟ ب30. يبقى دي الزاوية هتبقى 30 ودي هتبقى ايه؟ 30. خلاص. طب نفترض مثلا ما جابلكش 60 وجاب لك اي رقم تاني، جاب لك مثلا وليكن 40، يبقى هتقول له بكل بساطه دي ادي زاويه قائمه، يبقى تقول له زاويه السقوط بتساوي زاويه الانعكاس. يبقى الزاويه القائمه اللي هي مقدارها 90 هننقصها من الرقم اللي انت مديهوني 40، يبقى 50. يبقى اذا زاويه السقوط بكام؟ زاويه الانعكاس ب50، زاويه السقوط هتبقى بكام؟ ب50. عندنا كلنا مشكله في الصوت ناس كتيره جدا منكم بتكره الدرس بتاعه، وفي ناس اساسا مش فاهماه. ولكن لو انت مش فاهم الدروس دي فطبعا من خلال الشرح هتفهمه كويس قوي، هتلاقي الشرح في صندوق وصف الفيديو. طبعا الصوت عارفين ان هو مؤثر خارجي بيؤثر على الاذن ويسبب الاحساس بالسمع، يعني حاجة خارجية كده بتؤثر على الودان بتاعتك فتخليك تحس بالصوت ده. يعني حد نده عليك، فبالتالي حد مثلا ندم عليك، ده مؤثر خارجي، حاجة مش من جواك، تمام، بره جسمك، فده مؤثر خارجي او بأثر على الاذن بتاعتك فخلاك ايه؟ سمعت. تمام. طب احنا عندنا شوية معلومات عن الصوت، ان هو عبارة عن موجات ميكانيكية، يعني لا تنتشر في الفراغ ولكن يلزم لانتشارها وسط مادي مثلا زي الهواء. طيب عرفنا كمان ان الصوت عبارة عن موجات طولية. ليه؟ لان بتتكون من تضاغطات وايه؟ وتخلخلات. يبقى اذا المعلومات بتاعتنا عن الصوت ان هو عبارة عن موجات طولية وعبارة عن موجات ايه؟ ميكانيكية. وكلمة ميكانيكية يعني مش بتنتشر في الفراغ، يعني لازم يبقى في وسط تنتشر من خلاله زي مين؟ الهواء. طيب الصوت ده بنسمعه من جميع الاتجاهات، الصوت ده بيسمع من جميع مين؟ الاتجاهات. يعني مثلا لو انت قاعد في الصالة ومامتك ندهت لك، تمام، من الأوضة اللي جنبيك، فانت هتسمعه، اللي قاعد جنبك برضه هيسمعه، وهكذا. طيب خلي بالنا، الصوت برضه ليه سرعة. احنا قلنا ان الأوساط المحيطة حوالينا او المواد اللي محيطة حوالينا ممكن تكون أوساط صلبة او سائلة او غازية، فالصوت وهو بينتقل خلال الأوساط بيبقى ليه سرعة. السرعة لما بينتقل في الأوساط الصلبة بتبقى أكبر من سرعته في الأوساط مين؟ السائلة. وسرعته في الأوساط السائلة بتبقى أكبر من مين؟ من السرعة في الأوساط الغازية. طيب يبقى دي سرعة مين؟ الصوت. يبقى لازم تبقى عارف ان سرعة الصوت في الأوساط الصلبة دايما بتبقى أكبر من سرعة الصوت في الأوساط السائلة، والسائلة أكبر من الغازية.
طب نيجي بقى لحتة مهمة جدا، الأصوات اللي احنا بنسمعها احنا كبني آدمين، بنميز الأصوات اللي بنسمعها لنغمتين أو لصوتين. أول حاجة نغمات موسيقية، يعني في أصوات كده ودانك بترتاح لسماعها، بيبقى فيه راحة كده ليك كده ودانك حابة الصوت ده. ليه حباه؟ علشان التردد بتاعها منتظم. التردد بتاعها ايه؟ منتظم. زي مثلا الجيتار، الناس اللي بتعزف على الجيتار، الكمان، الناي، الشوكة الرنانة، كل دول بيطلعوا نغمات ودانك بترتاح ليها، فبالتالي انت بتحبها. يبقى اذا النغمات الموسيقية دي نغمات ترددها ماله منتظم، يرتاح الانسان لسماعها. خلاص. طيب في حاجة برضو احنا مش بنرتاح لسماعها، زي الضوضاء. حد مثلا جاب شاكوش ونازل دق بقى، او مثلا حفار ونازل يحفر في الارض، او مكبرات الصوت اللي هي الدي جي ونازل بقى صوت عالي قوي قوي قوي، فانت ودانك في ازعاج، انت مش قادر يعني منزعج، فبالتالي انت مش قادر ترتاح لسماعها. ليه؟ لان ترددها غير ايه؟ منتظم. لكن النغمات الموسيقية بيبقى ترددها منتظم، علشان كده انت بترتاح لمين؟ لسماعها. طيب تعالوا نشوف الجزئية اللي بعد كده. قبل ما نشوف الجزئية اللي بعد كده، خلي بالك ان هو ممكن يجيب لك قارن ما بين الضوضاء ما بين النغمات الموسيقية. فانت هتقول له والله النغمات الموسيقية دي بيرتاح ترتاح الأذن لسماعها، الضوضاء لا ترتاح الأذن لسماعها، زي كذا 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 وهكذا. اللي يهمني جدا التردد، تقول والله النغمات الموسيقية دي ترددها منتظم، النغمات اللي هي الضوضاء ترددها غير ايه؟ منتظم. فخلي بالك ممكن تجيلك ايه؟ تجيلك قارن. الموجات الصوتية دي سواء بقى ضوضاء سواء نغمات موسيقية، الموجات الصوتية عامة، الموجات الصوتية دي ليها خواص أو ليها صفات. الصفات اللي احنا المقرر ندرسها 3: درجة الصوت، وشدة الصوت، ونوع الصوت. درجة الصوت عبارة عن ايه؟ عبارة دي عن خاصية، يعني حاجة بتميز بيها الأذن الأصوات الحادة والأصوات الغليظة. يعني الأصوات بيبقى عندك أصوات حادة وأصوات ايه؟ غليظة. أصوات رفيعة كده قوي، تمام، بنقول عليه ايه؟ يا عمي ده صوتها مسرسر، استغفر الله العظيم، ده صوتها عامل زي الحداية كده، صوتها حاد. وفي واحد صوته ايه؟ صوته تخين كده، صوته غليظ. يبقى اذا الخاصية اللي ودنا هتميز بيها الأصوات الحادة والغليظة دي بسميها ايه؟ بسميها درجة الصوت. يبقى اذا لما يجيلك مصطلح علمي خاصية تميز بها الأذن الأصوات الحادة والغليظة، يبقى على طول تقول له دي درجة مين؟ الصوت. طيب الأصوات الحادة والأصوات الغليظة. الأصوات الحادة زي ما قلنا إن هي بتبقى إيه؟ زي صوت مثلا العصفور، زي صوت مثلا المرأة. في نوعية من الستات بيبقى صوتهم رفيع جدا جدا جدا، صوت كده حاد، تمام، صوت العصفور سيو 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 سيو، صوت حاد. الأصوات الغليظة دائما بنلاقيها التردد بتاعها منخفض، يعني شايفين التردد ماله منخفض كده، درجة الصوت بتاعتها مالها منخفضة. ما كلمة تردد منخفض يعني درجة الصوت مالها قليلة منخفضة، زي صوت الراجل مثلا أو صوت مين؟ الأسد. صوت الراجل بيبقى تخين غليظ، درجة الصوت بتاعته بتبقى أقل. ليه؟ لأن التردد ماله منخفض أو قليل. وهنا يودينا النقطة مهمة، إن درجة الصوت بتتناسب طرديا مع مين؟ مع التردد. يعني ايه تتناسب طرديا؟ يعني والله لو درجة الصوت عالية، تمام، يبقى التردد ماله عالي. طب لو درجة الصوت قليلة يبقى التردد ماله منخفض، يعني درجة الصوت ايه؟ منخفضة، وهكذا. خلاص، ودي نقطة مهمة جدا. وبالتالي طبعا احنا خدنا ان عجل السافار دي اهميتها ان هي بتعين التردد او درجة نغمة صوتية مجهولة. خلاص، يعني احنا دلوقتي ممكن نقول ان درجة الصوت بيتوقف على مين؟ التردد. والله لو التردد بتاع الصوت عالي يبقى درجة الصوت عالية، لو التردد بتاع الصوت منخفض يبقى درجة الصوت ايه؟ منخفضة، زي الصوت الغليظ. بالنا ان درجة الصوت اللي انا بميز بيها اذا كان الصوت حاد او غليظ بتتوقف على طول عمود الهواء. يعني ايه طول عمود الهواء؟ خلينا نقول ان الصوت بتاعنا بينشأ نتيجة ايه؟ نتيجة ان في اعمدة هوائية بيحصل لها اهتزاز، فالاعمدة الهوائية دي بيبقى لها طول معين. خلاص، يبقى درجة الصوت بتتوقف على طول عمود مين؟ الهواء. فبالتالي العلاقة بينهم عكسية. يعني العلاقة عكسية، يعني لو أنا عندي طول عمود الهواء زاد هلاقي التردد ماله قل. طب لما التردد يقل يبقى درجة الصوت هيحصل له ايه؟ تقل. زي ده بنلاقيه في مين؟ بنلاقيه في الصوت ايه؟ الغليظ.
تمام، الاصوات الغليظه. طيب العكس بقى، لو انا عندي طول عمود الهواء المهتز قل، يبقى اذا دي علاقه عكسيه، يعني حاجه تقل وحاجه تزيد، يبقى اذا التردد هيزيد ودرجه الصوت هيحصل لها ايه؟ هتزيد. خلاص كده يا شباب. تاني حاجة من خواص الصوت، يبقى احنا كده قلنا ان الموجات الصوتية بيبقى ليها صفات او خصائص. اول صفة اللي احنا اخدناها اللي هي درجة الصوت. تاني صفة اللي هي شدة الصوت. طب شدة الصوت دي عبارة عن ايه؟ قبل ما نشوف عبارة عن ايه، بتقاس بوحدة الديسيبل، دي وحدة قياس شدة الضوضاء. خلاص. طيب الديسيبل دي عبارة عن ايه؟ قال لي دي خاصية الودان بتاعتها بتميز الاصوات القوية او الضعيفة. يعني في صوت بيبقى قوي، في صوت بيبقى ضعيف. يبقى الصوت القوي او الصوت الضعيف ده دي بقول عليها شدة الصوت. يا ترى الصوت ده شدته عالية قوية ولا شدته ضعيفة؟ الصوت اللي هي احنا ودنا هتميز اذا كان الصوت ده قوي او صوت ضعيف. شدة الصوت ده فيه عوامل او حاجات بيتأثر عليها، تمام، او بتتوقف عليها. اول حاجة اللي هي المسافة بين مصدر الصوت والودان والاذن. يعني مثلا ايه؟ لو انا عندي مثلا الواد ده اللي اسمه احمد، الواد ده بينده على واحد تاني اسمه مثلا محمد، ومحمد ده كان واقف هنا. بين احمد وبين محمد في ايه؟ في مسافة. يبقى اذا احمد ده اللي بينده، يبقى ده بقول عليه مصدر مين؟ مصدر الصوت. خلاص، هو اللي بيطلع الصوت. يبقى في مسافة بين مصدر الصوت والودان بتاعت الشخص اللي هو ايه هيسمع. طب خلي بالنا، كل ما المسافة زادت الاقي شدة الصوت قلت. شدة الصوت ايه؟ ضعفت، قلت. يعني ايه؟ يعني لو انت واقف مثلا حد بينده عليك من مكان بعيد جدا، هل انت هتسمعه بوضوح؟ لا طبعا مش هتسمعه بوضوح. ليه؟ لان المسافة كبيرة قوي ما بينكم، وفي نفس الوقت شدة الصوت ضعيفة، درجة الصوت ضعيفة. يعني انت مش قادر تسمع صوت قوي، انت سامع صوت ضعيف، او لا تكاد اساسا تكون ايه سامع صوت كل ما المسافة ايه بعدت. لكن لو واحد جنبيك بقى، ها، وقال لك بص يا دي مصطفى، لو جنبيك بقى مسافة قليلة، فبالتالي درجة شدة الصوت هتبقى مالها؟ هتبقى مرتفعة، هتبقى عالية. وده بيودينا لحاجة تانية اسمها قانون التربيع العكسي. لمين؟ قانون التربيع العكسي في الصوت. قانون التربيع العكسي في الصوت بيقولك ايه؟ بيقولك ان شدة الصوت دي، تمام، عند نقطة ما بتتناسب تناسب عكسي مع مربع بعد هذه النقطة عن مصدر الصوت. فبالتالي تاني هقولها لكم تاني لان ده مهم. قانون التربيع العكسي في الصوت بيقولك ان شدة الصوت دي بتتناسب تناسب عكسي مع مربع بعد النقطة عن مصدر مين؟ الصوت. خلاص. يبقى ده بسميه قانون التربيع ايه؟ العكسي. تفهمها كده، والله لو واحد جنبي وبينده عليا هسمعه بوضوح، صوته هيبقى ماله؟ قوي، تمام، شدة الصوت هتبقى قوية. لكن لو واحد مثلا بعيد جدا جدا جدا، ها، يبقى شدة الصوت بتاعته تبقى ايه؟ ضعيفة. طيب تاني حاجة، الصوت شدة الصوت بتتوقف عليه كثافة الوسط اللي بينتقل فيه الصوت. يعني ايه؟ يعني وليكن انا عندي دلوقتي وسط هواء، وعندي وسط تاني مثلا ثاني اكسيد الكربون، وطبعا كثافة الهواء بتبقى أقل من مين؟ أقل من ثاني أكسيد الكربون. فإذا الهواء لما ينتقل فيه الصوت، لما ينتقل فيه الهواء هتبقى شدته مالها؟ شدته أقل. خلاص. يبقى ده تناسب إيه؟ تناسب طردي. بنقول عليه تناسب إيه؟ طردي. يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي شدة الصوت هتقل في الوسط اللي كثافته قليلة. خلاص. يبقى الوسط اللي كثافته قليلة هنلاقي شدة الصوت مالها؟ قليلة، ضعيفة. ولكن لما الوسط يبقى كثافته اعلى، يبقى شدة الصوت فيه ايه؟ اعلى. اللي بتتوقف عليها شدة الصوت هو سعة اهتزاز مصدر الصوت. يعني ايه الكلام ده؟ بس نخلي بالنا. تعالوا نتخيل كده اللي احنا عندنا ترابيزة، الديسك بتاعك، تمام، وانت واقف كده جبت مسطرة، ماشي، ادي المسطرة، وجيت هنا على الطرف بتاع المسطرة وجيت ايه؟ هزتها كده. خلاص. فالمسطرة هتبقى ايه؟ هتروح ايه؟ فوق وتحت كده وتعمل صوت. مع مرور الوقت بنلاقي ان شدة الصوت ده قلت. شدة الصوت ايه؟ قلت. ليه قلت؟ لان هل المسطرة هتفضل تتحرك على طول؟ لا، المسطرة اتحركت، بس ايه؟ بعد شوية تبتدي ايه حركتها؟ ايه يعني؟ ايه حركتها؟ يعني ساعة اهتزازها تبتدي ايه؟ تبطأ تبطأ تبطأ، تقل تقل تقل. يبقى اذا انا عندي هنا علاقة ايه؟ علاقة طردية بين مين وبين مين؟ علاقة طردية بين شدة الصوت، وعلاقة طردية بين سعة مين؟ الاهتزاز بتاع مصدر الصوت. والله لو سعة الاهتزاز بتاع مصدر الصوت قلت، يعني الصوت ابتدى يروح، يبقى اذا شدة الصوت هتبقى ايه؟ ضعيفة. ولكن لو عندي مثلا سعة الصوت سعة المصدر، سعة الاهتزاز بتاعة الصوت كبيرة،
يبقى اذا شدة الصوت هتبقى مالها كبيرة قوية. خلاص كده يا شباب. ان شدة الصوت برضو من العوامل تتوقف عليها هي اتجاه الرياح. يعني ايه اتجاه الرياح؟ لو انت مثلا واقف في المنطقة دي مثلا وبتكلم صاحبك، وصاحبك واقف في المنطقة دي، وكان نفس اتجاه الرياح هنا، نفس اتجاه الرياح، يعني انت اتجاه الرياح نفس اتجاه موجات الصوت بتاعتك، يبقى اذا شدة الصوت مالها هتزداد. خلاص. طيب لو انت مثلا بتكلم واحد، انت موجود هنا اهو، تمام، بتكلم واحد هنا، بس الواحد ده ايه، الصوت بتاعك بيبقى عكس اتجاه الرياح، يبقى اذا الشدة بتاعت الصوت هتبقى مالها تضعف. يبقى اذا لما نبقى في نفس اتجاه الرياح يبقى اذا شدة الصوت بتاعتنا هتبقى ايه، حلوة عالية قوية. خلاص. عكس بقى لما تبقى في عكس اتجاه ايه الرياح. يبقى اخر حاجة شدة الصوت بتوقف عليها هي مساحة السطح المهتز. مساحة السطح ايه المهتز؟ تخيل كده انت ايدك دي ماسكة التليفون، والتليفون بيرن، هل انت هتشعر بالاهتزاز بتاع التليفون؟ لا. خلاص. طيب لو حطينا التليفون على مثلا ترابيزة او على الكومودين، وحطينا التليفون هنا، والتليفون مثلا، او حطيت التليفون على المخدة اللي انت نايم عليها، تمام، والتليفون جه رن، ايه اللي بيحصل؟ نلاقي اهتزاز. فبالتالي ايه اللي بيحصل؟ تحس ان ايه، شدة الصوت عالية، انت مش طايق الصوت، شدة الصوت عالية، نتيجة ان ايه، نتيجة ان السطح المهتز ماله مساحته كبيرة. خلاص كده يا شباب. يبقى دي العوامل اللي بتتوقف عليها شدة مين، الصوت. اخر خاصية معانا او اخر صفة معانا من صفات او من خصائص الموجات الصوتية هي نوع الصوت. كلمة نوع الصوت معناها ايه؟ معناها ان دي خاصية ودانة بتميز بيها الاصوات من حيث طبيعة مصدرها. من حيث طبيعة ايه مصدرها؟ يعني ايه؟ يعني انا عندي مصادر بينشأ او بيصدر عن اهتزازها نغمة بسيطة نقية، زي الشوكة الرنانة كده، تمام. فالشوكة الرنانة كده لما تيجي تهتز يلاقي ان الاهتزاز بتاعتها نغمة بسيطة نقية كده. خلاص. عاملة زي كده، نغمة بسيطة نقية كده اهو، تمام. دي بقول عليها ايه بقى؟ بقول عليها نغمة اساسية. يبقى النغمة الاساسية عبارة عن ايه؟ دي عبارة عن مصدر من المصادر بيصدر عن اهتزازها نغمة بسيطة مالها نقية. طيب يعني ايه نغمة بسيطة نقية؟ او يعني ايه النغمة الاساسية دي؟ بتبقى مالها قلب، دي شدتها بتبقى عالية، شدتها بتبقى مالها، شدة الصوت بتاعتها بتبقى عالية. يعني ايه شدة الصوت بتاعتها عالية؟ يعني درجة الصوت بتاعتها اقل. خلاص. يبقى انا عندي النغمة الاساسية بتبقى شدتها عالية، والاقل ايه درجة. خلاص. يعني الدرجة بتاعتها، التردد بتاعتها ايه، قليل. طيب نيجي بقى للنغمة ايه المركبة. النغمة المركبة قالك دي عبارة عن نغمة اساسية اللي احنا لسه من شوية شرحينها، بالاضافة لنغمة توافقية، بالاضافة لنغمة ايه توافقية. زي مثلا ايه؟ زي الكمان والبيانو. يعني اتذكروا كده صوت الكمان. صوت الكمان وهو كده بيطلع صوت كده لما يبقى الراجل كده بيعمل عليه، بيعزف عليه. او البيانو، تحس ان ايه، تحس ان المصادر بتاعة الاهتزاز النغمة دي بتبقى غير نقية، بتبقى غير ايه نقية، ما هياش بسيطة، تحس ان هي حاجة مركبة كده، نغمة مركبة. خلاص. مش مثلا زي الشوكة الرنانة. الشوكة الرنانة تحس ايه، حاجة واحدة بس كده، نغمة بسيطة كده نقية. انتوا فاهمين انا اقصد ايه؟ يبقى اذا النغمة المركبة بتتكون من حاجتين، بتتكون من نغمة اساسية، وبتتكون من نغمة مالها توافقية. طيب حد يقول لي، طب ما انا دلوقتي صوت البيانو مختلف عن صوت الكمان، يعني ليه صوت البيانو مختلف مثلا عن صوت الكمان؟ ليه؟ لان النغمة التوافقية بتبقى مختلفة. النغمة التوافقية بتبقى مالها مختلفة. يعني النغمة التوافقية الصادرة عن الكمان غير النغمة التوافقية الصادرة عن مين؟ عن البيانو. خلاص. يبقى دي بقول عليها ايه يا جماعة؟ النغمة مين المركبة. طب حد تاني يقول لي يا مس، طب معلش النغمة التوافقية دي ممكن تجي لنا تعريف؟ ممكن يقول لك ايه، اكتب المصطلح العلمي: نغمات مصاحبة للنغمة الأساسية. يبقى اول ما تلاقي نغمات وبتبقى مصاحبة للنغمة الأساسية يبقى على طول دي نغمة ايه مركبة. سوري، نغمة ايه توافقية. يبقى النغمة التوافقية دي عبارة عن نغمات مصاحبة للنغمة مين الأساسية، ولكن هي بتبقى ايه، بتبقى اعلى في الدرجة واقل منها مين في الشدة. خلاص. يبقى خلي بالنا احنا النغمة الاساسية
امسح بس كل اللخبطيشن ده. يبقى خلي بالنا هنا ان انا النغمه الاساسيه عندي اللي هي دي شدتها عاليه ودرجتها ايه قليله. لا، هنا النغمه التوافقيه بلاقي شدتها قليله ودرجتها عاليه عكس بعض. يبقى لما يقول لك اكتب مصطلح علمي نغمات مصاحبه للنغمه الاساسيه بتكون اعلى منها في درجه الصوت واقل منها في الشده، يبقى دي بقول نغمه ايه مركبه. طب لو قال لنا علل اختلاف صوت البيانو عن صوت الكمان، يعني هما الاتنين يعني نغمة مركبة ولكن الأصوات بتاعتهم مختلفة. ليه؟ هنقول لاختلاف النغمات التوافقية المصاحبة للنغمة الأساسية. النغمات التوافقية مختلفة، تمام، علشان كده الأصوات بتاعتهم بتبقى مالها مختلفة. نخلي بالنا كده يا تانية إعدادي، احنا الموجات الصوتية ليها أنواع: موجات دون سمعية أو تحت سمعية، وموجات سمعية، وموجات فوق سمعية. يعني ايه الكلام ده؟ اولا الموجات الصوتية اللي الانسان بيسمعها، يعني ودانه بتقدر تسمعها، التردد بتاعها بيتراوح ما بين 20 هرتز الى 20 كيلو هرتز. 20 كيلو مين هرتز. يبقى انت دلوقتي بتسمع النغمات اللي من 20 هرتز، الاصوات اللي من 20 هرتز الى ايه 20 كيلو هرتز. يبقى انت كده ايه ودنك بتسمعها. يبقى اذا دي بقول، يبقى اذا الموجات السمعيه دي التردد بتاعها بيكون بين مين وبين مين، بين ال 20 هرتز وبين ال 20 كيلو هرتز. يبقى انت كده ايه تقدر ايه تسمعها. طيب الموجات بقى اللي دون سمعيه، يعني اللي تحت سمعيه، يعني التردد بتاعها اقل من 20 هرتز. مش احنا قلنا دلوقتي اللي احنا ودنا بتسمع من 20 هرتز لحد 20 كيلو هرتز؟ اه طبعا. طب الاقل من ال 20 كيلو هرتز يبقى اقول عليها موجات دونة، يعني تحت سمعيه. يبقى دي ترددها اقل من 20 ايه هرتز، ودي ممكن تجي لك بقى ايه صوب، تجي لك صح او خطا، تيجي لك اكمل الكلام ده كله. طيب الموجات اللي فوق سمعيه بقى، يبقى دي ترددها اعلى من دي بقى، تمام، ترددها اعلى من ال 20 كيلو ايه هرتز. يبقى دون سمعيه يعني اقل من ال 20، لكن فوق سمعيه يعني اكتر او اعلى من 20 كيلو هرتز. خلي بالنا يا جماعه، الموجات اللي فوق سمعيه اللي ترددها اعلى من 20 كيلو هرتز، هل الانسان هيسمعها؟ لا طبعا الانسان مش هيسمعها. هو بيسمع ايه من 20 مش من 20 من 20 هرتز ل 20 كيلو هرتز، لكن لو اعلى من 20 كيلو هرتز هو اساسا مش هيسمعها. طب زي الاصوات اللي الانسان ما يسمعهاش، زي مثلا الجهاز بتاع السونار. لو انت رحت عملت سونار اشعة، هل انت بتسمع الاصوات الناتجة عن الجهاز ده؟ لا طبعا. طب مثلا الدولفين او الخفاش بيصدر موجات صوتية، هل انت بتسمعها؟ لا. طب مثلا عندي مثلا مثلا في العواصف لما تيجي بتهب او عند سقوط الامطار، بيبقى في اصوات مصاحبه للعواصف دي، هل احنا بنسمعها؟ لا، يبقى برضو الانسان مش هيسمعها. يبقى الموجات الدون سمعيه والموجات الفوق سمعيه الانسان ايه مش هيسمعها. يبقى الموجات السمعيه بس هو ايه اللي هيسمعها. خلاص يا شباب، ان شاء الله انتظروني يا شباب في بث مباشر ان شاء الله بكره الاحد. هنحل امتحان على الوحدة التانية كلها على بعضها، ولكن دي الحاجات الأساسية اللي أنا عايزاك تذاكرها علشان تدخل بيها امتحان شهر مارس. والامتحان مش هيبقى أسئلة كتيرة خالص، لأ هو سؤالين كده صد رد وخلاص. أهم حاجة نركز بس علشان امتحان آخر السنة إن شاء الله. لسه بقى المراجعة النهائية بقى نلم كل حاجة بالتفصيل. استنوني بقى في البث المباشر ان شاء الله يوم الاحد. تابعني على الستوري الفيس، هقول لك الميعاد بالظبط هيبقى ايه، ميعاد البث هيبقى ايه. بس احتمال كبير جدا جدا يبقى ميعاد البث الساعة 2 الظهر. وطبعا الناس اللي مش هتقدر تحضر البث هتلاقيها هتلاقي البث محفوظ في القناة ان شاء الله عشان تقدر تستفيد منه. ان شاء الله بإذن الله اشوفكم على خير. وبكرة ننتظر بعض ان شاء الله يوم الاحد. يوم النهاردة كام مارس؟ يوم الاحد اللي هو 26 مارس بإذن الله. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هي أسئلة أكتب المصطلح العلمي تانية إعدادي مهم جدا تجيلك قارن ما المقصود بيه، مهم جدا تجيلك أكتب المصطلح، فركز عليها. ملحوظة برضو نلاحظ ان الوسط الشفاف او الوسط الشبه شفاف او المعتم او شدة الاستضاءة دي محذوفة. اتمنى المراجعه تكون عجبتكم بقى في المراجعات النهائيه وامتحانات العملي. اشوفكم على خير، مع السلامه.